السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وأتم صحة دايمًا يا حلوين. في فيديو النهارده هنعمل الجبنة البيضا اللي هي جبنة الخزين، بما إن خلاص أيام كده على شهر رمضان، فالجبنة دي هتبقى حلوة أوي معانا لسحور رمضان، وكمان من غير رمضان فهي هتقعد معانا من السنة للسنة. هاقول لكم إزاي تعملوا جبنة في البيت، جبنة بيضا خزين في البيت بطريقة حلوة وصح، من غير ما الجبنة تخرّب منكم أو تنشف كده أو تبقى عاملة زي الكاوتش. هاقول لكم إيه هي التفاصيل البسيطة اللي لو التزمنا بيها هتخرّج جبنة معانا طعمها في منتهى الجمال وأحسن ألف مرة من اللي بتشتروها من برّه. لو جربتوها بنفس الطريقة أنا واثقة إن شاء الله إن أنتم هتعتمدوها دايمًا في البيت، من حيث بقى الطعم والحلاوة كده كلها وكمان التوفير. تعالوا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا، بس لو أنتم لسه أول مرة تشوفوني أنا اسمي فريدة ودي قناتي، اعملوا لايك واشتراك ويالّا بينا على طول على الفيديو. تعالوا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا. أول حاجة هنا كان معايا في الحلة الكبيرة دي اللهم بارك 9 كيلو من اللبن، لكن هاقول لكم المقادير وإحنا شغالين كأني شغالة بكيلو واحد من اللبن، عشان اللي يحب يجرب في كيلو واحد بشكل مبدئي الأول. وهاكتب لكم برضه في صندوق الوصف مقادير الكيلو من اللبن وال3 كيلو من اللبن وال9 كيلو من اللبن. تمام كده يا حلوين؟ طيب أول حاجة أنا جبت اللبن بتاعي، ينفع سواء بلبن جاموسي أو لبن بقري، ده أو ده ما فيش مشكلة. بس طبعًا كل ما اللبن بتاعنا كان دسم، كل ما ادّاني قطعة جبنة تكون دسمة كده وطعمها حلو وبتتفرد معايا بسهولة، ما بتبقاش عاملة زي المخرّزة، خلاص؟ فأحسن حاجة في الجبن اللي هي بتكون معمولة باللبن الجاموسي، خلاص يا جماعة؟ طيب ينفع الجبنة أعملها بلبن أنا مفرّزاه في الفريزر أو لبن لسه جاي من عند اللبّان بتاع اللي إحنا بنجيب منه اللبن يعني، تمام كده؟ طيب اللبن سواء مفرّز أو جاي من عند اللبّان على طول، يعني لسه محلوب على طول، مهم بس إن أنا أحطه كده على البوتاجاز لحد لمّا ياخد سخونية خفيفة خالص، يعني أنا عاوزاه يكون دافي دمع العين كده، زي دمع العين. طيب إزاي نعرف الكلام ده؟ أنا طبعًا ما عنديش ترمومتر ولا أي حاجة، بس أنتم بتحطوا صابع إيديكم كده في اللبن مدة 10 دقايق، لو أنتم مستحملين السخونية هيبقى كده تمام، هنطفي النار. خلاص لو سخن عن كده هنسيبه لحد لمّا يهدى ونيجي نحط صابعنا نلاقيه خلاص إحنا مستحملينه مدة 10 دقايق، يبقى كده تمام وهنشتغل على طول. خلاص زي ما قلت لكم ان انا هقول لكم مقادير الكيلو الواحد من اللبن. طيب كيلو الواحد من اللبن انا بحط له معلقتين كبار من الملح، ما تقلقوش خالص الجبنه مش هتطلع مالحه، على فكره احنا لسه هنحط كمان ملح في الخطوات الجايه، وعاوزه اقول لكم هي مش هتطلع مالحه، وكمان هيبقى ملحها اخف بكتير قوي من اللي بنشتريه من بره. كمان عاوزه اقول لكم اظبطوا كميه الملح وما تخافوش، لان الملح هو اللي بيحافظ على الجبنه بتاعتي. زي ما انتم شايفين انا كان معايا حله تانية فيها لبن وبرده كنت باعمل. خلاص كده خلونا بس نمشي بنفس الترتيب كده واحده واحده. خلاص يبقى انا اول حاجه عملتها ان انا دفيت اللبن، ايدي مستحملاه صبعي مستحمله مده 10 دقائق دافي يا جماعه، وبعد كده بحط لكل كيلو من اللبن معلقتين كبار من الملح وبدوبه كويس قوي لحد لما اتاكد ان الملح بتاعي داب كويس جوه اللبن. بعد كده هاحط معايا الأجزة، وفي بعض الأماكن بيسموها المنفعة السائلة، تمام، أو في أماكن تانية بتسميها خميرة الجبنة. ده أو ده شوفوا عندكم في المكان اللي انتوا فيه بتسموها بإيه. هتروحوا مثلا للعطار ومش عارفين اسمها، قولوا له احنا عاوزين أجزة منفعة سائلة أو خميرة الجبنة. تمام، زي ما اتفقت إن أنا هقول لكم على مقادير الكيلو الواحد من الحليب. الكيلو الواحد أنا بحط له معلقة صغيرة مش مليانة، اللي هي معلقة الشاي العادية، من الأجزة دي أو المنفعة السائلة أو خميرة الجبنة على حسب ما أنتم بتجيبوها. خلاص أو على حسب اسمها عندكم إيه. هي بتكون سايلة كده زي المَيّة زي ما أنتم شُفتوا كده بالضبط. خلاص، فأنا الكيلو الواحد من اللبن باحط له معلقة شاي صغيرة. خلاص، ما تحطوش أجزة كتير، لإن الأجزة الكتير بتخلّي الجبنة تخرّم معانا بعد ما بنقطّعها، ولمّا بتخرّم ما بتكونش حلوة، بتكون طعمها مش حلو، وبتكون ممكن تعمل معايا ريحة لو قعدت الجبنة كتير مثلًا برّه التلاجة تعمل معايا ريحة مش حلوة. فما تكتروش في الأجزا يا جماعة، على قد ما تقدروا قللوا. خلاص، طيب لو هنعمل 3 كيلو من الحليب هنحط معلقة كبيرة من الأجزا، وبرده يعني معلقة واحدة ما تزودوش نقطة عنها. خلاص، يبقى كيلو واحد من اللبن هنحط معلقة صغيرة من الأجزا، وهقلب كويس قوي لحد لما احس ان كل حاجه كده دابت، واقلبه كويس عشان الاجزا تتوزع في اللبن بشكل صح. خلاص، وبعد كده هغطي عليها بقى، طبعا انا كل ده مطفيه النار، انا كل اللي بعمله ان انا بدفي النار وبعد كده بقوم مطفيه عليه، وبعد كده بدوب الملح، وبعد ما بدوب الملح بنزل عندي بالاجزاء، خلاص، او المنفعه السائله، وبقلب كويس قوي وبغطي عليه. بغطي عليه مده قد ايه يا فريده؟ مده ساعه واحده لحد لما اللبن بتاعنا هتلاقوه ربط كده في بعضه، وهوريكم شكله. مده ساعه واحده، ما تكتروش عن كده. شايفين؟
هنا بقى معايا 3 قرون من الشطة خضرا وحمرا، لإن أنا كنت حابة أعمل جزء من الجبنة أعمله كده الشطة، يعني أعمل فيه كده قطع فلفل، عارفين الجبنة اللي هي الخشالة اللي بتكون بالفلفل، أنا حبيت إن أنا أعمل جزء كده يكون مقطّعة فيه الفلفل ده، خلاص، اللي هي الشطة الحارة. لو ما بتحبوش الشطة الحارة خلّوها كلّها سادة، أنا هاعمل جزء سادة وهاعمل جزء فيه شطة للي بيحب كده وللي بيحب كده، خلاص. هاقطّعها الأول، باشيل كده القرون بتاعتها وباشيل البذر منها، وطبعًا هو كان حَر جدًا، ماشي. بس ما تقلقوش، هو مش بيحرّر الجبنة بتاعتي، هو بيدّيها نكهة حلوة أوي، مش باحرّرها أوي يعني، خلاص، سِنّة حرارة كده خفيفة ونكهة رهيبة، تمام. وبابدأ إن أنا أقطّعهم بقى مربعات صغيّرة خالص يا جماعة. وبعد مرور ساعة زي ما أنا قُلت لكم بالضبط، بافتح عليها الغطا كده وبتلاقيها ربطت زي ما أنتم شايفين كده بالضبط، تمام. وبرضه بتلاحظوا إن هي عملت مَيّة كده على الوش، ده بنقول عليه شِرْش، خلاص. وبعد كده باجيب السكينة وبادّي لها بس إيه التقطيعات دي، هاورّيكم الأول الخطوط عاملة إزاي، وكمان ده دليل إن هي ربطت معايا في ساعة واحدة مش أكتر من كده. شوفوا بقى معايا كده لمّا باطلّعها طالعة معايا مضبوطة إزاي، شايفين شكلها عامل إزاي؟ طبعًا كده لسه الجبنة ما خلصتش، كده لسه إحنا هنحطها لسه في الشاشة، خلاص. بس أنا بس باوريكم الأول الجبنة شكلها عامل إزاي. بعد كده بقى باجيب صينية زي ما أنتم شُفتوا وحطيت عليها المصفى، أو ممكن تحطوا طبق بلاستيك كبير، خلاص. المصفى حاولوا إن أنتم لو عندكم مصفى مربعة مخرّمة من كل الجوانب ومن الأرضية كمان، يبقى كده زي الفل. سواء مربعة، مستطيلة، مدوّرة، ما فيش مشكلة خالص، على فكرة أنا ساعات باعملها في مدوّرة وباضبّط الأحرف بتاعتها، ما فيش مشكلة، كده أو كده مش هيقول لأ، خلاص. وباحط فيها أي شاشة عندنا تكون لونها فاتح، بيضا، بامبا. أنا اللي أنا عاملاها دي على فكرة كانت طرحة مش بالبسها خالص، وكانت لونها بامبا فاستعملتها. فأي شاشة عندكم تكون نضيفة مخصصة للجبنة وتكون لونها فاتح، تكون بيضا، خلاص. الشاشة دي أنا عاوزاها فاتحة عشان تصفّي لي اللبن أو تصفّي لي الجبنة كويس أوي، تطلّع لي منه الشرشة، خلاص. ما ينفعش أحطها بالمصفى على طول يا جماعة، تمام كده يا حلوين. طيب، وبانزل على طول بكمية الجبنة بتاعتي زي ما أنتم شايفين كده بالضبط. بانزل بالكمية بتاعتي كلها، ما تقلقوش هي لسه هتنزّل شرشة كتير أوي وحجمها هيكِش شوية. بالمعلقة بقى أو بالspatula بافضل إن أنا بس أقلِّب فيها كده عشان أضبّطها في الشاشة بتاعتنا وما تكونش في فراغات، تمام. وكمان باساعد شوية بس إن الشرشة تنزل، هي كده الشرشة هتنزل ما تقلقوش، بس أنا بس باضبّطها كده، خلاص. مش عايزة جزء يكون فاضي أو فيه فراغات عشان ما تفرّغش معايا، خلاص يا حلوين. وباقلّبها كده زي ما أنتم شايفين، كإني بس باساعد إن الشرشة تنزل عشان أبدأ إن أنا أحُط عليها القماشة عشان تاخد الشكل المضبوط وتصفّي كل شرشتها عشان تكون معانا جبنة. ده هنا كان الجزء الأولاني اللي هو اللي أنا هاعمله سادة، خلاص كده. بامسك كده القماشة لمّها على بعضها كده، باكوّرها وبابدأ إن أنا بس أضغط عليها ضغطة خفيفة عشان هتنزّل لي الأول كده شوية شرشة كويسين، شايفين؟ أنا هنا باجيب طبق بس إيه، عشان أحط فيه الشرشة كده اللي هتنزل معايا في الأول. الشرشة اللي هتنزل معايا في الأول دي هتكون الشرشة اللي أنا هاغليها، اللي أنا هاحفظ فيها الجبنة بتاعتي، خلاص يا جماعة. وبابدأ إن أنا بس كل شوية كده لو في حتة جبنة لزقت معايا في الشاشة، بابدأ إن أنا أضغط كده على الجبنة تاني وأضغط عليها وهي بتقوم ماسكة تاني في الجبنة، خلاص. باسيبها بس كده شوية في الطبق الأخضر عشان تنزّل فيه كل كمية الشرشة أو أغلب كمية الشرشة، وبعد كده هاحطها على الصينية بقى وتصفّي على الصينية براحتها، خلاص. المهم إن أنا كل شوية باقلّبها كده زي ما أنتم شايفين، لإن هي كل شوية كل ما بتقلّبوها بتنزّل منكم مَيّة، بس إحنا بنقلّبها بس في الأول، مش كل شوية هاقعد أفتح عليها وأقلّبها عشان تاخد الشكل المضبوط وتتماسك، لإن لو فضلت كل شوية أقلّب فيها فمش هتتماسك كده بشكل كويس. هتلاحظوا شوية كده إن حجمها نزل شوية أو قَل شوية، تمام. ده كان الحلة اللي في ال 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 الصغيرة اللي كان فيها شوية لبن صغيرين، تقريبًا 3 كيلو من اللبن، خلاص. دول اللي أنا هاعملهم بالفلفل يا جماعة، تمام. ده الفلفل اللي إحنا قطعناه مع بعض، وهاقلّبه بقى في الجبنة عشان أحط الجبنة بتاعتي بقى واسيبها تصفّي كده براحتها وتتماسك كده براحتها، خلاص زي ما أنتم شايفين كده. باسويها بقى كويس عشان لمّا باسويها بيطلع شكلها مضبوط زي ما أنا عاملاها بالضبط، خلاص. وبعد كده بابدأ إن أنا أغطّي عليها، ولمّا تيجوا تحطّوا الشاشة، حطّوا الشاشة كده اللي هي أول جزء يعني لازق في الجبنة على طول، حطّوه كده يبقى محطوط بشكل مضبوط عشان ما يدّيش أي علامة للجبنة من فوق، عشان الشكل العام، خلاص. وبعد كده هاشيلها وأحطّها على طول على الصينية، ودي كده إحنا هنا عملنا أول كمية صغيّرة من الحليب. تعالوا بينا بقى نعمل الكمية الكبيرة اللي هتكون سادة. اللي أنا هاحطها دي هتعمل لي هاعمل فيها كده تقريبًا 6 كيلو بالضبط من اللبن،
خلاص جبت المصفى، وبرده تكون مفرغه اخرامها من الجوانب ومن تحت الارضيه. اهم حاجه يا جماعه ما ينفعش تكون مخرمه من الجناب والارضيه مش مخرمه. خلاص، وبنزل على طول بكل كميه الجبنه بتاعتي، وزي ما عملت في كميه الجبنه الاولانيه انا بعمل برده في الثانيه، بقلبها كده بالمعلقه او بالاستاتولا او باي حاجه متاحه، عشان بس اساعد ان كميه الشرشه تنزل شويه، عشان ابدا ان انا الف الجبنه بتاعتي يعني اغطيها. تمام، وبمسكها بس كده الاول وبضغط عليها ضغطه، الضغطه دي بتنزل لي شويه شرشه محترمين. خلاص، وبعد كده بقلبها كده تقليبه، بحس ان خلاص الشرشه بدات تهدى ونزلت شرشه كتير كده. الكلام ده كله في اول 5 دقايق لما بحطها في الشاشه، عشان ما تفكروش ان انا كل شويه بفتح عليها واقلب، لا، هو اول 5 دقايق بس اللي انا بقعد اقلب فيها كده واضغط عليها عشان تنزل شويه شرشه اللي هم في الاول. خلاص، اللي هي الشرشه اللي بتكون في الاول دي هي اللي انا بحفظ فيها الجبنه بعد كده، لان دي بتكون شرشه كتير. خلاص كده يا حلوين. ودي التقليبه بقى لما بلاحظ ان خلاص قلت كده، فببدا ان انا اظبط الجوانب بتاعتها وبظبط شكلها، وببدا ان انا اغطيها. مهم ان اول طبقه قماش بتحطوها على الجبنه وبتغطوها بيها، مهم ان هي تكون متساويه زي ما انتم شايفين كده بالظبط، لان ده بيعلم في الجبنه وبيخلي لي شكل الجبنه بقى طالعه قطعه كده ايه مظبوطه من فوق. خلاص شايفين، هو بغطيها، مش محتاجه ان انا احط عليها تقل زي الناس اللي بتقول حطوا عليها تقل عشان تنزل الشرشه، هي كده كده هتنزل الشرشه. ما تحطوش تقل زياده عن، ما تحطوش تقل اصلا، عشان التقل الزياده عن اللازم او اي تقل بتحطوه بينزل كميه شرشه كتيره قوي يا جماعه. تمام، بينزل كميه شرشه وبتبقى عامله زي الكاوتشه كده، وما بتفريش كده معاكم، بتبقى زي الكاوتشه وناشفه كده. خلاص، اللي بالفلفل دي فتحت عليها على طول تاني واديت لها تقليبه، لان فيها طبعا كميه فلفل، فمحتاجه ان انا اقلبها كل شويه. خلاص، انا قلبتها مره واحده بس بعد مرور ربع ساعه، وبعد كده ما عدتش قلبتها تاني. اما لو هتعملوها ساده فالتقليبه وتغطوها وما عدتوش تفتحوا عليها، بظبط وشها كده وببدا ان انا خلاص كده بسيبها بقى قد ايه، بسيبها من 3 ل 4 ساعات، سواء اللي فيها فلفل او ما فيش فيها فلفل. خلاص، وبسيبها مده من 3 ل 4 ساعات يا جماعه. شايفين ضغطت عليها بس ضغطتين كده خفيفه، بساعد بس ان تنزل كميه شرش. خلاص، وما عدتش بضغط تاني. وبعد مرور 3 ساعات ونص، ده هنا كان شكل الجبنه. طبعا لسه ما هياش واخده المعالم، لسه هقطعها معاكم وهتشوفوا شكلها قد ايه حلو قوي ومظبوط. هجيب بس كده طبق واقلبها قدامكم. بما ان الجبنه دي هعينها يا جماعه وهتكون معايا ان شاء الله من السنه للسنه، فانا بشيل كده الطروف بتاعتها. الطروف دي احنا على فكره بنبتدي بيها، احنا اصلا كنا بناكل منها كده، ولادي كانوا عمالين يدوقوا منها وانا طول ما انا بصور. شايفين ما شاء الله متماسكه وزي الفل. خلاص، طبعا برضو الطروف دي هناكل منها وهعين منها برضو شويه. تمام. طيب، انا مش هتكلم معاكم دلوقتي في الميزان خالص، انا هقول لكم كمان وزنها بعد الشرشه. خلونا بس كده نشيل الجوانب بتاعتها، وفي الاخر خالص اقول لكم على الميزان وكمان تشوفوه بعينيكم. خلونا بس نظبط شكلها الاول. الجبنه اللي كانت محطوطه في المصفى دي، اللبن يعني كان 6 كيلو، الجوانب بس شايفين عامله لي 930 جرام. تمام، غير اللي اكلناه يعني 928. قولوا يعني احنا كنا اكتر طبعا من 2 جرام، بس قولوا 930. شايفين بقى قطعه الجبنه طالعه متماسكه ومظبوطه ازاي؟ شايفين؟ عاوزه اقول لكم بقى طعمها في منتهى الجمال. والله يا جماعه لو عملتوها بنفس الطريقه انا واثقه ان شاء الله ان انتوا هتعتمدوها. تمام، شايفين شكل الجبنه دي هنا بقى؟ الجبنه اللي هي اللي كانت في النص، تمام، اللي هي كانت في الطبق الاحمر، حطيتها بس في الصينيه دي عشان لسه هحط جنبها الجبنه اللي هي بالفلفل. شايفين الجبنه شكلها عامل ازاي؟ القطعه متماسكه وما شاء الله حلوه قوي ومظبوطه. طبعا على فكره هي لسه هتنزل شرشتها، بس انا هخليكم يعني هديكم تريكه كده هتخلي معاكم الجبنه صلاحيتها بقى تقعد معانا وقت طويل قوي وما تخرمش معانا. خلاص، خلونا بس كده واحده واحده. شايفين وزن دي تقريبا كان 1200 وحاجه، يعني انا برضو مش متاكده من الميزان، بس انا في الاخر هقول لكم الميزان مظبوط قدامكم. شايفين بس الاول كده قطعه الجبنه عامله ازاي؟ شايفين شكلها مظبوط، القطعه كده بقطعتها ازاي، لا بايشه ولا مخرمه ولا اي حاجه خالص. دي هنا بقى الجبنه اللي هي بالفلفل، طبعا شلت الاحرف بتاعتها وبرده عملت لي وزن حلو قوي. تمام، بس تعالوا نقطعها كده ونشوف شكلها عامل ازاي. انتوا بقى بتقطعوها بالراحه لان الفلفل فيها فممكن تهري معاكم. تمام، عشان الفلفل، فقطعوا يا جماعه، ما تسحبوش كده، قطعوها عشان لو جت السكينه على حته فلفلايه تقطعها معانا. خلاص، لان لو سبتوها هتسحب الفلفل من جوه الجبنه. وباخد بقى الجبنه دي وبرصها كده في الصينيه. طيب هنعمل ايه يا فريده بقى بعد الصينيه؟ هرش على وشها كده شويه ملح محترمين واسيبهم في التلاجة يوم 2 3،
زي ما انتوا عاوزين، مش هقول لكم، مش هحدد لكم يوم. كل ما تقعد اكتر في التلاجة كل ما تنزل شرشة وحجم القطعة بتاع الجبنة يكون مظبوط معايا. تمام. لان انا لو سبتها بره التلاجة في الشاشة يوم كامل هتخرم معايا وهتبوظ. لان تخريم الجبنه ده يا جماعه ليه اكتر من سبب، منه اجزاء كتير، منه ان هي تقعد كتير قوي بره في الشاشه من غير التلاجة طبعا بتحفظ الحاجه. فانا بنزل عليها، بحط عليها كميه ملح كويسه. ما تقلقوش، خد شايفين انا بحط كميه ملح كتيره قوي على فكره. تمام. الملح ده مش هيحدقها ولا اي حاجه، ده هو هيخرج لي كل الميه اللي موجوده كمان في قطعه الجبنه. تمام. يعني مش هندي اي سبب خالص ان الجبنه تخرب معانا. تمام يا جماعه. طيب هتطلع حادقه؟ لا مش هتطلع حادقه ولا اي حاجه، هتصفي ميتها كمان وهتنشف معانا كده وتبقى حلوه. خلاص انا حطيتها بالظبط يومين في التلاجة. تمام. وبعد مرور اليومين هبدا بعد ما يعدوا اليومين هنعينهم على طول مع بعض. انا جبت هنا بقى جردل بلاستيك، اي برطمان عندكم تقدروا تحفظوا فيه، اي جردل كبير، علبه تلاجة محكمه غطاها محكم كده وما بتفتحش بسهوله. بصوا المتاح عندكم اعملوه، سواء بلاستيك سواء ازاز، مفيش مشكله خالص. وحطيت فيه كيس كبير كده من عند بتاع الاكياس ده، مش عارفه بتسموه ايه، اشتروا من عنده اكياس كبيره بتاعه الجبنه او اكياس كبيره مخصصه للكحك والبسكوت. يعني قولوا له كده او قولوا له كده. خلاص. الجبنه اللي حطيتها تحت دي، اللي لفتها تحت دي، اللي انتم شايفينها اللي هي كانت في الجوانب، حطيتها تحت عشان ما تاخدش معايا مساحه كبيره من فوق. خلاص. وحطيت قرن شطه. تمام يا جماعه. الشطه في الجبنه بتحفظ الجبنه بتاعتي، سواء بقى جبنه سواء الشطه اللي احنا بنستعملها اللي هي الخضره دي او الحمراء، او اللي هي الناشفه من عند العطار. طبعا اللي من عند العطار بتكون احسن برضو بكتير، بس دي اللي كانت عندي وما هياش وحشه وهتحفظ لي الجبنه كويس قوي. خلاص. بالنسبه بقى لما باجي احفظ الجبنه بحفظها ازاي؟ بيكون في اكياس كده مخصصه لحفظ الجبنه. طيب الاكياس دي ما كانتش موجوده عندي، فانا جبت كيس التلاجة اللي هو العادي، المقاس اللي هو الصغير، وقطعت الجزء اللي بيكون من تحت اللي هو ماسك، اللي هو اللزقه اللي بتبقى موجوده في الكيس من تحت، قطعتها وفتحت الكيس. خلاص. وقضت معايا نفس الغرض. وبمسك كده قطعه الجبنه زي ما انتم شايفين اهو، وبحط قطعه الجبنه وببدا الف عليها الكيس بتاعي. شايفين يا جماعه؟ بصوا كده. طبعا ما بشيلش الملح اللي عليها من فوق، بسيبه زي ما هو لان ده بيحفظ لي الجبنه. وباكد تاني يا جماعه ما تقلقوش خالص، الملح اللي بيحفظ الجبنه، ولما تيجوا تاكلوها بعد ما تفتحوا عليها ان شاء الله مش هتلاقوها حادقه ولا اي حاجه خالص. طيب لو انتوا عاملين جزئين كده، واحده بالفلفل وواحده ساده، فممكن تحفظوا اللي بالفلفل لوحدها وممكن تحفظوا اللي بالساده لوحدها. انا بصراحه حطيت كله مع بعضه عشان اللي يحب ياخد، يعني ما يفتح كده حاجه من دي، اللي يحب ياخد الابيض اللي هو الساده ماشي، او بالفلفل يعني كده او كده مفيش فيه مشكله خالص. تمام. وبعمل كل كميه الجبنه بالكيس زي ما انتم شايفين كده. خلاص. هنا خلاص بقى خلصت كل الكمية، عملت معايا 300 و280 جرام يا جماعة. طبعا ده غير الجوانب بتاعة الجبنة اللي هي بالفلفل. جوانب الفلفل كانت عاملة معايا 400 جرام بالظبط. تمام. يعني كمية الجبنة اللي كانت معايا اكتر من 3 و600 جرام. خلاص. كمية اللبن كلها كانت 9 كيلو. احسبوا بقى كمية الجبنة دي لو انتوا بتشتروها بكام، واحسبوا عندكم كيلو اللبن بكام، فشوفوا انتوا قد ايه هتوفروا. يعني ما شاء الله بتوفروا مبلغ كويس قوي، خصوصا لو انتوا بتعملوا كمية جبنة كبيرة فبتوفروا كتير. طيب عشان نحفظ الجبنة بقى بحط كمان ملح على الوش. خلاص. حطوا تاني لكل كيلو من الجبنة معلقة كبيرة من الجبنة، من الملح قصدي. تمام. ما تقلقوش الملح مش هيزود معايا حدق الجبنه خالص، بالعكس يا جماعه هيحفظها. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو ان انتوا لما تيجوا تفتحوا الجبنه بتاعتكم مش هتلاقوها خالص مالحه، هتلاقوها اهدى بكتير في الملح من الجبنه اللي بتشتريها من بره. طيب اللي بحطه ده بقى الشرشه اللي نزلت من الجبنه في الاول، انا حطيتها في الحله وغليتها. مهم قوي ان انتوا تغلوها بدون اضافه اي مواد يا جماعه. شايفين الجزء الابيض اللي على الوش ده الدسم بتاع الجبنه. عاوزه اقول لكم ان انا صفيت كميه كبيره قوي وطلع لي كميه دسم كبيره جدا. ممكن تاكلوها بقى بعيش، وممكن ان انتوا تحطوها مثلا في مش لو عندكم مش. خلاص. وحطيت كميه شرشه كده محترمه،
حطوا كميه شرشه كويسه عشان دي اللي بتحفظ الجبنه. طيب ميزه الكيس ايه اللي احنا غلفنا بيه قطعه الجبنه؟ بيخلي الجبنه ما تشربش شرشه كتير زياده عن اللازم بعد ما بحطها في الشرشه. خلاص بيحفظها لي كده، وبيطلع لي لما اجي بقى افتح عليها واطلع الجبنه بيخرج قطعه الجبنه معايا مظبوطه، مش مهريه ولا متكسره ولا اي حاجه. وبقفل عليها بقى على طول. مهم قوي قبل ما اقفل ان انا افرغ كل كميه الهواء اللي موجوده في الكيس، لان ده برضو بيحفظ لي الجبنه بتاعتي. خلاص خرجوا منها كل كميه الهواء، واقعدوا كده لفوا في الكيس عشان يتقفل معاكم، ما يكونش فيه اي هواء خالص يا جماعه. ده مهم جدا. شوفوا انا هلوي كده في الكيس ازاي عشان اخرج كل كميه الهواء. طبعا حطيت على الوش بقى شطه، لان الشطه مع الملح بتحفظ لي الجبنه. في طبعا مهم قوي ان انا اخرج الهواء زي ما قلت لكم. خلاص اضغطوا كده واحده واحده لحد لما تخرجوا كل الكميه، وبعد كده اتنوا الكيس بقى وقفلوه. الجبنه دي مش هنفتح عليها يا جماعه قبل شهر، يعني ان شاء الله على رمضان الجاي باذن الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. قولوا كده يا حلوين امين. احنا هنفتح عليها الجبنه. تمام. طيب الجبنه دي تفضل نحطها بره التلاجة مفيش مشكله خالص طالما احنا ما فتحناش وسحبنا منها. لكن لما نفتح ونسحب منها احفظوها في الافضل جوه التلاجة. طبعا الجو ساقع لسه، فممكن ان انتوا تحفظوها بره التلاجة عادي خالص. خلاص انا بصراحه بفضل لو عندكم مكان في التلاجة حطوها في التلاجة. تمام. لكن بعد ما تفتحوا باكد عليكم تاني حطوها على طول في التلاجة، لان هي كده بتكون زي المعقمه يا جماعه. تمام. طيب بضغط عليها كويس قوي بالغطا، وتاكدوا ان الغطا اللي انتم مستعملينه محكم عشان مش عاوزين يدخلها اي نسبه هواء. خلاص. وكده خلاص الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى من كل قلبي وصفه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش لو وصلتوا لحد هنا ضروري تعملوا لايك واشتراك للقناه. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. باي باي.